يا جماعه، لا يا جماعه، لا 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 لا، الواحد هيغمى عليه، والله العظيم هيغمى عليه. مش من اسود الاطلس النهارده، حرام نقول عليهم اسود. دول رجاله 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 رجاله، وشرفوا كل الامه العربيه في اول كاس عالم عربي. مبروك المغرب، بتقصي اسبانيا افضل منتخب من وجهه نظري بيلعب كوره. المنتخب يا جماعه اللي الوحيد اللي ليه هويه. النهارده المغرب بتحقق المستحيل، قلنا النهارده وفرحنا وكنا هنموت في فوز السعوديه على الارجنتين وتونس على فرنسا. والنهارده المغرب بعد ما بتكسب بلجيكا وبتكسب كندا وبتتعادل مع كرواتيا، بتحقق يا جماعه شيء لاول مره في التاريخ، وتكسب في اسبانيا في دور ال16 وتوصل لدور الثمانيه. انا للاسف النهارده ما عرفتش اروح الماتش، ندمان ندم شديد اني ما عرفتش اجيب تذاكر، ولكن جاي احضر ماتش البرتغال وسويسرا دلوقتي وانا في غايه الفرحه. انتوا عملتوا فينا كده ليه؟ عملتوا فينا كده ليه يا رجاله العرب كلهم؟ النهارده حقيقي شيء مبهر، حقيقي النهارده اللي بيحصل يا جماعه بعد ما الاداء الرجولي ده بان في الملعب. وازاي اسبانيا النهارده مش عارفه تعمل حاجه. تقول لي بيلعبوا كوره، اقول لك تمام، ماسكين كوره وبيعملوا 700 و300 الف باص، اقول لك دي مش مشكلتنا. ولكن المشكله هي عدم احراز الهدف لمنتخب اسبانيا امام منتخب يعني المغرب اللي فعلا عرف يلعبهم ازاي. النهارده هو ده الحل الوحيد اللي انت تقدر تكسب بيه منتخب اسبانيا، التماسك والرجوله والصمود. الراجل النهارده يا جماعه بيتغير له اكتر من 5 لعيبه في الملعب ومع ذلك صامد. اللعيبه النهارده بصوا، اللي يتصاب واللي فخده يتلوي، واللعيبه اللي بتلعب وهي مصابه، اشرف حكيمي وياسين بونو، مزراوي اللي بيلعب الناحيه الثانيه، النصيري ومرابط يا جماعه في نص الملعب. ايه المتعه دي؟ ايه المتعه اللي قدمتوها لنا دي؟ تستحقوا الفوز، تستحقوا النهارده، وكفايه تمثيل مشرف، وده اللي اتكلمنا فيه قبل كده مع كل المنتخبات العربيه. النهارده قسما بالله لو كنتوا طلعتوا فعلا من دور ال16 امام اسبانيا بالاداء ده كنا هنسامحكم وكنا هنقول عليكم رجاله، ولكن كملتوا المهمه، كملتوا المهمه زي ما كنا عايزين، زي ما كنا بنتمنى ان اول منتخب عربي يوصل الى دور ال8 ويلعب فيه يعني مباراه حاسمه ان شاء الله نكون موجودين فيها في الملعب. انا عايز ابارك يا جماعه، انا بجد حقيقي مشاعري النهارده والله العظيم اكن مصر بتلعب النهارده. مش انا بس، كل الناس اللي معايا المصريين والكويت والعرب كل الجنسيات هيموتوا يحضروا الماتش، هيموتوا يحضروا ويشاركوا المنتخب الراجل، المنتخب اللي كله رجاله، المنتخب النهارده اللي النهارده لويس انريكي مش لاقي حل، ضيع فرص. انا معاكم وحد اخر ثانيه الراجل بيضيع فرصه في العارضه، الراجل يعني سرابيا اللي بيضيع فرصه تحس انها خلاص مكتوبه. النهارده بعد الاداء ده ربنا بيكافئ العيال دي، مش عيال، دول رجاله واحسن من الاسود. النهارده هو تتويج مجهود يا جماعه، واحده واحده وبالراحه، وازاي بيلعب كل منتخب بطريقته. بلجيكا باداء، كرواتيا باداء، وكندا ازاي يلعبهم ويستحوذ على الكوره ويبقى هو اللي ماسك الملعب وبيلعب بطريقته عليهم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ والله العظيم مشاعري لاول مره احس ان انا ببقى متعاطف كده مع منتخب عربي بشكل اوفر. انا حاسس ان انا النهارده عايز اعيط، عايز اقف اقول هم دول المنتخب اللي فعلا يمثل الدول العربيه كلها. مبروك يا رجاله، مبروك. المنتخب الاسباني النهارده بعد ما لعب واشتغل وراح يمين وشمال، قمه الصعوبه انك تلعب قدام منتخب بيلعب بالاداء ده. اصعب منتخب تقول لي البرازيل، تقول لي الارجنتين وميسي، اقول لك لا. انا من قبل البطوله بقول لكم على نفس كلامي ده، بقول لكم ان المنتخب الاسباني صعب جدا مواجهته، عنده هويه، الوحيد اللي بيلعب بشكل ثابت ومعروف، بيتعبك جدا. النهارده ازاي الثبات، ازاي هم بيرتاحوا ورا، ازاي بيلعبوا 120 دقيقه ما بيدخلش فيهم هدف. المنتخب اللي بهدل منتخب المانيا ومع ذلك اتعادلوا مع المنتخب اللي كسب كوستاريكا 7، وماتش اليابان اللي مع اختلافنا مع الماتش ده بسبب الادرينالين اللي كان عند اليابانيين والاداء العظيم اللي قدموه ايضا منتخب اليابان بيخسر في اخر الدقايق. ولكن النهارده هو يوم تاريخي، يوم تاريخي 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 بكل معنى الكلمه. ياسين بونو رجل لضربات الجزاء النهارده طبعا بينزل، بدر بنون بيضيع ضربه جزاء. بص اللعيبه بتقف جنبه ازاي، بص ازاي بيوازوه، بيقولوا لا هنكسب، عندنا ياسين بونو في حراسه المرمى. النهارده العيال بتبعت لي والله العظيم، نادر بعت لي قال لي ياسين بونو هيشيل،
ياسين بونو واللعيبه الاوروبيه اللي فعلا تستحق تواجدها في الدور ده بكل جداره، انهم يعملوا الاداء الرجولي ده ويوصلوا النهارده ربنا كافئهم على المجهود. حقيقي انتوا مش فاهمين الاغاني هنا واحنا داخلين ماتش البرتغال خلاص في لوسيل وسويسرا، يعني كلها قلبت مصري وكلها قلبت مغربي وكله بيهيص، الناس ماشيه مش مصدقه. هو فعلا كاس عالم المفاجآت، كاس عالم الانبهارات، من احلى كاسات العالم اللي شفتها في حياتي. مفاجآت مفاجآت مفاجآت. ولكن لو تقول لي النهارده مفاجاه اقول لك حقيقي كله كان عنده احساس لاول مره ان المنتخب مش هينزل هو الاضعف، هو لعبه بطريقته، هو لعبه بذكاء. وليد ركراكي النهارده هو مثال للمدرب العربي اللي يستحق يكون بيدرب فرق اوروبيه. النهارده الراجل بيتوج ببطوله افريقيا مع الوداد، النهارده الراجل بيعمل مستحيل وبيوصل مع المنتخب المغربي. يا جماعه الراجل ده ماسك بقاله شهرين فقط، بتشوفوا الاداء والشكل المتماسك ده، ازاي الراجل اعصابهم متماسكه جدا بسبب اللي الراجل بيعمله، ازاي واقفين على رجلهم قدام منتخب صعب جدا. ده نزل ناقص كان ينزل الشعب الاسباني يلعب 5 تغييرات للمنتخب الاسباني النهارده بتنزل، ومع تعب المنتخب الاسباني ان هو يقدر يواكب صمود المنتخب المغربي. الف مبروك يا رجاله، الف مبروك، شرفتونا. انا مش عارف، انا مخي بايظ، مش عارف اتكلم على ايه ولا ايه، مش عارف اقول مين ولا مين، لان كل لاعب فيهم يستحق الاشاده. مفيش ولا واحد هو النجم، النجم هو الركراكي والمنتخب كله، المنتخب والجمهور المغربي اللي جه ساند شعبه، واللي جه فرح جدا بشعبه ده وقال انا هفضل وراه وسافر. والنهارده جم، وازاي ان الاتحاد بتاعهم وفر لهم تذاكر واشتروا تذاكر وبيوزعوها على الشعب المغربي عشان النهارده يكون بيلعب بزياده لاعب وهو الجمهور بتاعه. حقيقي ندمان اني ما كنتش موجود في الملعب، كان نفسي الاقي تذكره، ولكن اولى اكيد المغاربه اللي عرفوا يخشوا النهارده المباراه ويكونوا ورا منتخبهم لحد اخر دقيقه. الناس بتشجع لحد اخر دقيقه، مفيش ولا اي صوت لمنتخب اسباني في المدرجات كلها. قاعد النهارده بتفرج على الشكل اللي بيعملوه المنتخب المغربي. انا حضرت الماتش يا جماعه بتاع ماتش بلجيكا، وقلت لكم في الماتش ده ان ده احلى اجواء عشتها. انا النهارده لو لعيب كوره وبلعب في الاجواء دي هدوس على نفسي. النهارده لو رجلي مكسوره والله افضل اجري للجمهور ده وللشعب ده وللاداء اللي عملوه. المغرب يا جماعه بنت بعد كتير جدا، بنت بعد ما كان المشروع ده مكتمل من كاس العالم اللي فات وهو في مجموعه الموت مع اسبانيا مع البرتغال ومع ايران. دايما حظه وحش، دايما حظه هو الاسوأ في كل البطولات، ومع ذلك بيعمل بطوله كبيره جدا وبيطلع بشرف من دور المجموعات بتاع كاس العالم 2018. ولكن السنه دي بيقدر يعمل المعجزه، بيتعدى دور المجموعات كاول مجموعته، بيقول انا هقابل اسبانيا ولا المانيا ولا اليابان ما عنديش اي مشاكل. اللي عايز يكسب بيكسب، اللي عايز يفوز بيفوز، اللي عايز يسترجل بيسترجل ويعمل. هي كوره في الاخر. تقول لي دول لعيبه برشلونه وده مدرب السداسيه، اقول لك وده مدرب احسن منه مليون مره وعارف يلعبوا ازاي. الحظ وقف معانا النهارده، الحظ كان موجود ولكن برجوله، ولكن باداء مستحق. كلمتين كان لازم اطلع اقولهم، اطلع مشاعري يا جماعه لكل شعب المغرب اللي بقول له الف الف مبروك على راسنا، ورفعتوا راسنا وخليتوا كل واحد هنا ماشي عمال اقول انا مصري وبشجع المغرب احتراما ليكوا، احتراما وفرحه ليكوا. قاعد يا جماعه والله العظيم متاخر على الماتش عشان بس اشوف الماتش كله في الفندق وانزل اتفرج على في التاكسي على بقيه الماتش، وانا اعصابي تاكلني. كله عمال يقول لي انت مغربي، وسواق التاكسي قال لي انت مغربي. قلت له يا عم دول فعلا مثلونا النهارده. الف مبروك، استحقيتوا يا جماعه، ووراكوا في دور الثمانيه يا جماعه. كملوا الحلم، كملوا الحلم. انتوا عديتوا الصعب، عديتوا اسبانيا وعديتوا بلجيكا وعديتوا وصيف العالم كرواتيا وبلجيكا اللي كانت تاني مصنف على العالم. وقفتوا قدام كل المدارس وعندكم لعيبه تقدر تعمل ده. النهارده الثقه اللي كانوا بيلعبوا بيها والحماس والرجوله فعلا تقدروا تكملوا ايا كان اللي هتلعبوهم في دور الثمانيه. والله العظيم عندكم فرصه كبيره تحققوا المستحيل وتحققوا حاجه محدش حققها قبل كده. الف مبروك للمنتخب المغربي وللجمهور المغربي، وكفايه رزع قوي لحد كده.